أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من ملف خاص. تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة، بهذه العبارات صدر بلاغ الديوان الملكي ليوضح المبهم ويضع النقاط على الحروف بعد بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر قبل أيام، والذي تضمن ما سمي استهجان للمواقف الأخيرة لوزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والمتعلقة بالقضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل. بلغ الديوان الملكي الواضح شكلا ومضمونا أكد الموقف الثابت للمملكة من القضية الفلسطينية التي لها الأولوية في السياسة الخارجية لجلالة الملك أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس. كما أكد البلاغ أن السياسة الخارجية من اختصاص جلالة الملك بحكم الدستور. للحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أرحب باسمكم بضيوف الكرام، والبداية ستكون مع السيد الحسن أقرطيط الخبير والباحث في العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا أستاذ نوفل. ترحيب موصول بالأستاذ عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. كما يسرني أيضا أن أرحب بالأستاذ محمد بودر رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. بكل صراحة لو جاء الموقف من البراني نقولها بدرجة تماما، ربما لقلنا أنه فيه ضرب للمصالح المغربية، مس بسيادة المملكة، تزوير للحقائق، ولكن أن ظلم أهل القربى أشد قسوة صراحة وإيلاما. أستاذ الحسن. صحيح، عبرت بكلمة جامعة مانعة. هو ذوي القربى، هو القربى والمقربون، وما البيت الداخلي. بكل صراحة ينبغي القول على أن ما جاء اليوم أو ما يتعلق بهذا الموقف، موقف حزب العدالة والتنمية، هو في نظري فيه مس واضح بالإجماع الوطني. حينما نتحدث عن الإجماع بطبيعة الحال ليس شعارا أجوف. الإجماع هو إجماع مؤسساتي، هو إجماع سياسي، هو إجماع على مصالح الأمة، هو إجماع على توابيت الأمة، وكل النخبة السياسية وكل القوى السياسية تنضبط أصلا إلى شعار الإجماع الوطني، الله الوطن الملك، ببعده المؤسساتي، ببعده السياسي، ببعده الروحي، ببعده الإيديولوجي. كل ما يتعلق بالثوابت يكون فيها الموقف، يكون فيها الحذر الشديد. حينما نتحدث عن السياسة الخارجية في نظري، وكما أشرت إلى ذلك، السياسة الخارجية هي الاختصاص الحصري لصاحب الجلالة. دستور 2011 كان واضحا حينما نتحدث عن صلاحيات الملك. هذه الصلاحيات تقول على أن العلاقات الدولية أو على أن الدبلوماسية المغربية والسياسة الخارجية هي من اختصاص صاحب الجلالة. وبالتالي بالنظر إلى الظرفية السياسية الدقيقة، خصوصا وحين نتحدث عن الحرب والسلم، تماما، خصوصا وحين نتحدث عن الدبلوماسية أو نتحدث عن العلاقات الدولية في هذه الظرفية، كأنه خيط رفيع، بمعنى هناك مخاطر، هناك تهديدات، هناك مشاريع، هناك مؤامرات تستهدف السلم والأمن على المستوى الإقليمي. نعم. قبل السياق إن سمحت لي فقط، يعني أولا وغنمشي لضيوفي الكرام، ولكن باختصار، يعني ربط التطورات على الساحة الفلسطينية، نعلم بأنه أكثر من 80 ضحية سقطت منذ بداية السنة الحالية، ووضع استثنائي لا على مستوى الداخل الإسرائيلي ولا شكل الحكومة أو حتى على أرض الواقع، وأن تخرج بهذه التصريحات التي تمس وزير الخارجية، وبالتالي الخارجية المغربية بمواقفها الثابتة المبدئية كما نقول من القضية الفلسطينية واضحة، فهذا اصطياد في الماء العكر وفي سياق في غير محله. أنا في نظري هذا السلوك، هذا الموقف هو موقف مدان، وهو يعبر عن إفلاس سياسي واضح. لأن في العملية السياسية وفي الممارسة السياسية نسترشد بفكر سياسي، نسترشد بمرجعية فكرية، نسترشد بخط سياسي. هذا تخبط واضح من طرف العدالة والتنمية، على اعتبار أن التعرض هو تعرض لمؤسسة دستورية، وهو تعرض لصلاحيات مؤسسة دستورية. لأن في نظري قيادة العدالة والتنمية تدرك على أن مسألة السياسة الخارجية ومسألة العلاقات الدولية في الظرفية الراهنة وأمام التطورات التي يعرفها المشهد الإقليمي والمشهد الدولي، هذا يشكل خطر، على اعتبار أن تماسك الجبهة الداخلية هو الحصن المنيع أمام هذه المؤامرات. وبالتالي المس
بإحدى المؤسسات الدولة هو مس بالإجماع الوطني، هو مس بالجبهة الداخلية جميل. التي تعتبر حصانة المغرب. وأشرنا إلى ذلك الأستاذ نوفل في حلقة سابقة حينما قلنا على أن المغرب الدولة الوحيدة على مستوى شمال إفريقيا ودول غرب إفريقيا التي عرفت استقرار سياسي ثابت خلال العقود الأخيرة، ورسخت الخيار الديمقراطي بعمليات انتخابية أوصلت من أوصلت، لا يهم علماني بمرجعية إسلامية ليبرالي كن من تكن، إن كان خيار الشعب فمرحبا بك في السلطة التشريعية والتنفيذية. حين يقول بلاغ الديوان الملكي تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة، أين يكمن التجاوز وأين تكمن المغالطات؟ هل التجاوز هو أنك تتدخل في صلاحيات لا تعنيك؟ نتحدث عن الخارجية المغربية التي هي الدبلوماسية اختصاص للملك، والمغالطات هي وضع مواقف المملكة المغربية عبر وزير خارجيتها في غير سياقها. نعم، هو المسألة المتعلقة بالتجاوز هو فعلا هناك محاولة للتطاول على اختصاصات الملك وعلى المجال المحفوظ للملك في مجال السياسة الخارجية، وهذه نقطة ارتكاز حقيقية وردت في دستور أو في الفصل 55 من دستور 2011 والذي توافق عليها الجميع. إذن هذه حقيقة ثابتة وراسخة وممارسة متعارف عليها حتى في الدساتير السابقة. إذن المجال المحفوظ للملك يبقى مرتبط بقضية السياسة الخارجية. فيما يخص قضية التعاون أو الاتفاق ثلاثي أبراهام بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كان محط يعني مشاورات ونقاش وإخبار، وكل أخذ علما بالموضوع وكل باركه في حينه، وبالتالي لم نعش لحظة ولادة هذا الاتفاق. أما اليوم وأن نربط يعني التطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بتداعيات الاتفاق الثلاثي، فأعتقد بأن في الأمر تعسف حقيقي ومغالطة كبيرة وتجني على السياسة الخارجية للمملكة المغربية، والتي لم تتزحزح قيد أنملة من مواقفها التاريخية والثابتة بخصوص دعم القضية الفلسطينية. إذن مسألة استئناف العلاقات مع إسرائيل هذا لم يكن أمرا جديدا في الاتفاق الثلاثي، لأنه هو استئناف للعلاقات كانت قائمة من قبل. إذن لا، هؤلاء تجاوزوا مسألة الاستئناف. الاستئناف كان في 10 من دجنبر 2020، يعني لو كان لديك موقف للتعليق آنذاك كان يكون حينها نعم. ربما علقت حينها، ولكن أنت تعلم بأن أمينكم العام حينها كان هو رئيس الحكومة وهو من وقع الاتفاق، وحتى البلاغ يعني كان هناك إبلاغ للقوى الحية للأحزاب السياسية من قبل المقاربة التشاركية التي تنهجها المملكة المغربية، ولكن قلنا بأن الدستور واضح والسياسة الخارجية من اختصاصات الملك. نعم، بكل تأكيد هذا هو واقع الحال وهذا هو المتفق عليه. وكذلك لم نسمع يعني من قبل القيادات لحزب العدالة والتنمية يعني طرحت دفعات سلبية بما يخص التوقيع على الاتفاق، إنما هناك ربط خطير جدا حينما تربط قضية الوحدة الترابية والقضية الفلسطينية، فيبدو كما أن هذا الخطاب هو خطاب جزائري وليس خطاب حزب يعني يدعي بالوطنية وكذلك بالإخلاص للقضية الوطنية. خطورته كذلك تتجلى في أنه يمس اللحمة الوطنية والإجماع الوطني، وهو الحصانة كما قال الأستاذ الحسن للمملكة المغربية. جميل. في ظل تغيرات وتحديات كبيرة وفي ظل كذلك تداعيات خطيرة لمثل هكذا مواقف بالنسبة لخصومنا كذلك الذين لا يعني يفرحون حينما يجدوا مثل هذه يعني التصريحات والبيانات. لذا وضع البلاغ الديوان الملكي النقاط على الحروف لكي لا تكثر التأويلات، ولكن مما ورد في بيان الحزب العدالة والتنمية، الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات إلى غير ذلك العدوانية كما قال، وكأن يعني يوجه الخطاب لأناس من كوكب آخر، يعني ليس من دولة مغربية تقف شكلا ومضمونا مع القضية الفلسطينية. وليس ببعيد من ناله الانتقاد وزير الخارجية استقبل وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، وشاهدنا الخطاب كيف كان على يعني المغرب مع حل الدولتين داعم
بدعم لا متناهي للقضية الفلسطينية. وهنا جاءت الفقرة الثالثة من بلاغ الديوان الملكي التي تقول إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. وحين يقولون الظرفية الدولية المعقدة هناك أمور كثيرة قد تغيب، مع كل الاحترام لهذا الطيف السياسي داخل المملكة، ولكن قد تغيب عنهم. ومن هنا فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة. أستاذ بودن، الحملات الانتخابية السابقة لأوانها عبر دغدغة مشاعر القاعدة الانتخابية بقضية مركزية كقضية الصحراء المغربية، أقول قضية مركزية هي القضية الفلسطينية التي تتمتع بمركزية القضية الفلسطينية، وكان ذلك في اتصال هاتفي جمع الملك محمد السادس بمحمود عباس مباشرة بعد استئناف العلاقات مع إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء. الأمور واضحة والعقيدة الدبلوماسية للمملكة المغربية واضحة، لا تحتاج للمزايدات. بالتأكيد طبعا في القضية الوطنية الأولى المتعلقة بقضية الوحدة الترابية فالكل يقف خلف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والكل يبتعد عن المزايدات في هذه القضية. وبالتالي لما يقول طبعا بلغ الديوان الملكي على أن القضية، ويؤكدها، هذا طبعا لها طابع تأكيدي، يؤكدها مرة أخرى، لأنه في الكثير من المناسبات تم التأكيد على أن القضية الفلسطينية في منزلة قضية الوحدة الترابية، بمعنى يجب نهج نفس النهج في القضية قولا وفعلا. نعم، قولا وفعلا. بالتالي إذا تضرر البطن الانتخابي للحزب العدالة والتنمية في وقت من الأوقات فلا يمكن استعادته عبر سلك مسلك القضية الفلسطينية، وطبعا محاولة الاستغلال الكلاسيكي لهذه القضية. فهذه القضية دور المملكة المغربية مستمر في مد يد العون للفلسطينيين وتعزيز صمود المقدسيين، والتعبير باستمرار لا على المستوى الدبلوماسي، آخرها فتح معبر أليمبي بشكل عملي، ثم أيضا المشاريع الإنمائية والإنسانية في فلسطين، ثم كذلك يعني المساهمة المغربية الهائلة في وكالة بيت مال القدس انطلاقا من دور جلالة الملك كرئيس لجنة القدس. سيبودن، نعم. لا تمر مناسبة طبعا. ولا يأتي مسؤول سامي على شأنه أم صغر، أمريكي، نعم. أوروبي، نعم. أيا كانت جنسيته، ويكون هناك حديث عن الأمن والسلام إلا وكرر المغرب موقفه الداعم لحل الدولتين لإتمام وعودة عملية السلام من جديد، وأيضا إلى نبذ التطرف والعنف إلى غير ذلك. يعني القضية الفلسطينية حتى حاضرة بعيدا عن الاجتماعات الكلاسيكية. وبالأمس القريب اجتماع وزراء خارجية العرب في القاهرة يشيدون بالموقف المغربي، يشيدون بلجنة القدس وذراعها المالي وكالة بيت مال القدس. فتخيل معي أن تأتيك الإشادات على مستوى رسمي وشعبي، ولكن في المقابل على المستوى الداخلي أن يكون هناك تشكيك في مواقف الخارجية المغربية عبر وزيرها، فهذا أمر يحتاج للتحليل. بالتأكيد هذا لا يحتاج للتحليل، يحتاج للرفض، يحتاج للرفض بشكل واضح، لأنه بلاغ الديوان الملكي قال بوضوح هذه هي القواعد الأساسية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. حزب العدالة والتنمية ليس في وضع يسمح له باتخاذ مواقف من صميم اختصاصات محفوظة لصاحب الجلالة. حزب العدالة والتنمية أكثر من هذا أنه جرب منطق الدولة، يعلم الإكراهات، يعلم كيف تدار العلاقات الدولية، يعلم حجم التعقيدات، لأنه يعني كان برئيسي حكومتين، صحيح، ولايتين حكومتين. إذن أعتقد بأن هذا ينبغي أن يسمح بأن تكون نظرة واسعة، وإلا سيتم وضع علامات استفهام كثيرة. أنا أتساءل لماذا حزب العدالة والتنمية لم يتخذ موقفا أو يعبر عن موقف بخصوص حزب العدالة والتنمية التركي أو تركيا في علاقتها المتطورة مع إسرائيل؟ لماذا؟ وعبر عن هذا الأمر فيما يتعلق لا ربما بالنسبة لهم حينها تدخل في إطار البراغماتية السياسية، يعني أن يأتي مثلا الرئيس الإسرائيلي ويستقبله أردوغان بحفاوة كما يستقبل زعيم أي دولة إسلامية. أنا أتحدث عن تقييم، أتحدث عن تقييم العلاقات. يعني فكرتك واضحة، ولكن أقول لك بأنه هنا تكون ربما النظرة في إطار البراغماتية السياسية، تلك الواقعية التي تتعامل بها تركيا. هم لا يعلمون أن هناك علاقات، هناك سفارة، أو يعلمون أو لا يعلمون أنهم يعلمون، وبالتالي إذن في تقديري على أنه بالنسبة لي
هذا افتقار لبعد النظر فيما يتعلق بالعلاقات المغربية مع إسرائيل، أو أيضا في العلاقات التاريخية للمغرب مع القضية الفلسطينية. وبالتالي فأعتقد بأن حزب العدالة والتنمية ربما وصلته الرسالة بشكل واضح، وينبغي أن يتعامل مع المؤسسات في هذا الإطار، لأنه كان على حزب العدالة والتنمية أن يتعامل مع الحكومة، خاصة السيد وزير الخارجية، انطلاقا من البرلمان. حزب العدالة والتنمية موجود في البرلمان، عنده مجموعة نيابية في البرلمان. إذا يسأل وزير الخارجية، يطلبوا يجي الجلسة، يطلبوا يجي اللجنة، ويقول له ما رأيكم في هذا الموضوع. جميل. أستاذ الحسن، هل هي سقطة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وسقطة مدوية، وكما تفضل بودن، من حزب سياسي كان في مركز اتخاذ القرار، وكان على رأس الحكومة لولايتين حكوميتين، وكان أمينه العام السابق ورئيس الحكومة السابق كان وزيرا للخارجية أيضا، ويعرف أن هناك يعني العمل الدبلوماسي والخارجية فيه موازين قوة كثيرة جدا، وفيه مجموعة من المتغيرات التي تحكم سياستك الخارجية وفقا أكيد للمصالح الوطنية العليا، ولكن أيضا للقضايا المركزية لديك، من أبرزها أكيد القضية الفلسطينية. وهل يحتاج المغرب في الظرفية المعقدة حاليا، في الحروب التي تشن على الوحدة الترابية للمملكة، في اصطياد الأعداء لظروف اقتصادية ولا مجتمعية داخلية، ولا حتى لاستقطابات من هنا وهناك، أن تقوم بهذه السقطة التي ربما وهذا رأي لا يلزم أحد بكل صراحة، تؤكد على أن الخلفية السياسية غير بريئة، ما واضحاش. لأنه لو كانت المرجعية السياسية والشرعية التاريخية السياسية حاضرة لكان خرج عقلاء وقال لا انتظر، ما هذا البيان، هذا ضرب في خاصرة العمل الدبلوماسي المغربي، طعنة في الظهر في وقت حساس وظرفية صعبة جدا، ولا يمكن أن نزايد على الخارجية المغربية في دفاعها عن القضية الفلسطينية. في نظري سأكون واضحا، أعتبرها شخصيا وهذا على مسؤوليتي بأنها طعنة في الظهر، وكما قلت هي سقطة مدوية، وهي بحجم السقوط المدوي في انتخابات 8 شتنبر من سنة 2021، وهذا في نظري مرده إلى ازدواجية الخطاب للعدالة والتنمية، على اعتبار أننا تعودنا هذا السلوك السياسي، بمعنى حتى حين كانوا على مستوى رئاسة الحكومة وقادوا حكومتين متتاليتين، كان هناك دائما ازدواجية في الخطاب، خطاب موجه إلى المؤسسة الملكية وخطاب موجه إلى النخبة السياسية، وكان هناك خطاب آخر موجه إلى القواعد الشعبية، بمعنى أن حزب العدالة والتنمية كان في علاقته مع القاعدة الشعبية يتبنى خطاب الجماعة، وفي علاقته مع المؤسسة الملكية وباقي النخب والقوى الحية في المجتمع كان يتعامل بمنطق الحزب السياسي. في نظري كما أشرت إلى ذلك الأستاذ نوفل، حين تم توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، كان أمام صاحب الجلالة وفي حضرة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، وكان هناك إشارات واضحة أن عبد الإله بن كيران يقبل شخصيا هذا الاتفاق ويوافق عليه وتوافق عليه القيادة السياسية لحزب العدالة والتنمية. لذلك في نظري أعتبر على أن هذا الحزب هو يتنكر الاتفاقات، هذا الحزب لا يتحمل المسؤولية، كان دائما يتنصل المسؤولية أمام أي مشكلة حكومية أو إشكال حكومي كبير، كانت هناك لغة الجن والتماسيح. ولذلك في نظري ما زال هذا الحزب يرفض تحمل المسؤولية، تحمل مسؤولية اتفاقات كان هو حاضرا فيها، لأن في نهاية المطاف أعتبر بأن هذا طعن في الخلف، على اعتبار أن كما قلت أن الظرفية الجيوسياسية هي حساسة جدا، وأن المخاطر التي تواجه المملكة هي مخاطر خطيرة جدا، أن تلتقي موضوعيا مع الدعاية الجزائرية بخصوص ما حدث في القمة الإفريقية أو أثناء حضور المفوض أو أثناء حضور المفوض الأوروبي إلى الرباط لتوقيع الاتفاق مع المملكة المغربية، وحين تم الحديث عن الاتفاق الثلاثي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. المملكة المغربية تحصن حدودها، كما قلنا سابقا لا يمكن أن تبقى المملكة المغربية مكتوفة الأيدي أمام التهديدات الإيرانية وأمام تهديدات أخرى على مستوى المنطقة. نعم. لذلك قلت على أن المملكة المغربية
تحصن بيتها الداخلي، على اعتبار أن الجبهة الداخلية هي الحصانة القوية والمنيعة أمام أي مؤامرة أو اعتداء خارجي. نعم. لذلك كان على وبدأت مداخلتي بهذا، كان على حزب العدالة والتنمية أن يرتكن إلى مبدأ الإجماع الوطني والسلم الاجتماعي، على اعتبار أنهم هما الحصانة الأساسية لحماية جميل. المملكة المغربية. هل هذا غياب في يعني لثقافة سياسية أو لدبلوماسية لبقة لدى الحزب، أم أنه بالفعل الأمر مقصود من أجل استعادة تلك القواعد الشعبية التي ربما لفظت هذا الحزب وأسكنته مكانة متردية على مستوى الانتخابات الأخيرة؟ هو يعني في استقراء لطبيعة هكذا مواقف لا يمكنها أن تصدر إلا عن حزب فتي، ربما حزب ليس له باع طويل في الممارسة السياسية، لم يقدم تضحيات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي. بالتالي وإن كان حزب العدالة والتنمية طبعا قد ترأس الحكومة خلال ولايتين، لكن تبقى الجانب الحداثي في الممارسة السياسية وخاصة على المستوى الدولي يعني يفتقر إلى العديد من الشروط الموضوعية ومن الكفاءة اللازمة لتحصين ذلك. إذا قلت بأن الاتفاق الثلاثي ليس فقط هو نابع من إكراهات وضغوط قوية على المملكة المغربية، ومعلوم أن المملكة تنوع شركائها ولها يعني ممرات سالكة لتتخذ موقفا مستقلا، وقد اتخذته بناء على استقراء. من قطع العلاقات في تسعينيات القرن الماضي هو من طبعاً يستأنفها، يعني طبعا هو من يستأنفها. حدثت انتفاضة في فلسطين، قطعت نعم. العلاقات، يعني هذا قرار سيادي كان مستمرا. إذا نحن لسنا أمام صدمة تجاه قرار يحدث لأول مرة، استئناف العلاقات الإسرائيلية وليس تطبيعا لأول مرة كما يدعي خصوم الوحدة الترابية أو الذين يزايدون سياسيا. لكن الحقيقة والاستغراب الحقيقي هو أنك تعتمد نفس التقنية التي يعتمدها الأعداء في المزايدة على الوطن، والذي كما قال السي الحسن أنك كنت عنصرا فاعلا في تحقيق أو في التوقيع على هذا الاتفاق. للأسف أن يعني ما صدر من جمل في البيان تناقض حتى تصريحات الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران حين استحضر الحديث عن استئناف العلاقات مع إسرائيل. سي بودن غتسمح لنا، ولكن البداية ستكون معك في الجزء الثاني من أجل أن يكون هناك إنصاف على المستوى الزمني. شكرا لك أستاذ عبد الفتاح الفاتحي، شكرا لك سي محمد بودن، أستاذ الحسن قرطيط، شكرا لكم جميعا. مع حفظ الألقاب لكم جميعا، سنعود ونلقاكم إن شاء الله في تمام 7:30 في الجزء الثاني من برنامج ملف خاص. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نعود وإياكم للزميلة أميمة سبيلة في استديوهاتنا هناك في طنجة لنتابع بقية فقرات هذه الفترة الإخبارية المسائية. فإلى هناك. إذن أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج ملف خاص، وفيه كما تحدثنا في الجزء الأول سنواصل الحديث عن بلاغ الديوان الملكي وأيضا عما صدر عن حزب العدالة والتنمية والاستهجان الذي كان في بلاغهم حول بعض المواقف الخاصة بالقضية الفلسطينية من طرف الخارجية المغربية في تزوير تام لحقيقة واقعية تتمثل بأن المملكة المغربية داعمة وفية للقضية الفلسطينية، داعمة للقدس والمقدسيين في صمودهم، سواء عبر لجنة القدس التي يرأسها الملك محمد السادس أو حتى عبر الدبلوماسية المغربية التي ما فتئت في مجموعة من اللقاءات والمؤتمرات والندوات تؤكد على أنها مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، مع حل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة وضد كل التيارات المتطرفة وكل الأفعال التي تزعزع الأمن والاستقرار والسلام. سنواصل الحديث عن هذا الموضوع رفقة ضيوفي الكرام، حيث يسرني أن أرحب مجددا بالأستاذ الحسن قرطيط الخبير والباحث في العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك. ترحيب موصول أيضا بالأستاذ عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. وترحيب موصول معك أستاذ محمد بودن، وأنت رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية. مساء الخير. سأبدأ معك سي بودن من أجل الإنصاف والحديث عن فقرة هامة في بلاغ الديوان الملكي. يتعلق الأمر باستغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة. وفي هذا الإطار أعتقد أن من أبرز المتابعين للمواقف المغربية فيما يخص القضية الفلسطينية
الأحزاب السياسية، لأنها معنية بطريقة أو بأخرى ولديها حق دستوري يتعلق الأمر بالدبلوماسية الموازية التي كفلها لهم الدستور. وبالتالي لا يمكن أن تقول لي بأن وزير مثل وزير التنمية الاجتماعية يأتي للمغرب ويلتقي وزير الخارجية المغربي ويسمعه ما أسمعه وزير الخارجية المغربي من دعم لا متناهي ولا يصل ذلك إلى آذانكم. لا يمكن أن تقنعني بأنه كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية في مؤتمر تنمية وصمود القدس وفلسطين ولا تسمع ذلك الإطراء والثناء من طرف الوزراء العرب. لا يمكن أن تنكر وأنت قيادي في حزبك يتعلق الأمر مثلا بسعد الدين العثماني الذي حضر في قصر المؤتمرات بالصخيرات، ليس ببعيد الاحتفال باليوبيل الفضي لوكالة بيت مال القدس، الذراع المالي للجنة القدس، وشاهد ما شاهد من مطران إلى رجل دين، تحديدا عكرمة صبري إمام القدس والمسجد الأقصى ومفتي القدس، وأن تسمع تلك العبارات التي تخرج من السيد الشوبكي سفير فلسطين في المملكة المغربية ومن كل المسؤولين، أدباء، مفكرين، سياسيين، رجال دين، والكل يتحدث عن دعم لا متناهي لصمود القدس والمقدسيين. وفي ظل كل هذه السياقات التي فيها المغرب داعم وتأتي لتخرج لنا ذلك الصوت النشاز. طبعا يعني مؤسف جدا أن يحصل هناك يعني تدخل في مجال محفوظ لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بنص الدستور. وأعتقد بأن القضية الفلسطينية ليست امتيازا ولا أصلا تجاريا لأي حزب من الأحزاب، ولا يمكن أن نسقط طبعا الإيديولوجيات والأفكار السياسية على القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية نبيلة، المغرب يدعم صمود القضية الفلسطينية تنمويا وسياسيا وإنمائيا. المغرب ما فتئ يمثل المظلة بالنسبة للقضية الفلسطينية ومواقف القضية الفلسطينية في مختلف يعني المنابر، حتى لما تم استقبال إسماعيل هنية من طرف حزب العدالة والتنمية أشاد بدور الدبلوماسية المغربية وعلى رأسها الدبلوماسية الملكية. وأعتقد بأن هذا يعكس أن كل الأطياف على مستوى الداخل الفلسطيني فهي تشيد بدور جلالة الملك، وكذلك في كل البيانات الختامية للقمم سواء على مستوى مؤتمر التعاون الإسلامي أو على مستوى القمة العربية جامعة الدول العربية أو على مستوى يعني المنظمات الإقليمية يتم التأكيد على هذا الدور. نعم. نعم. بعيدا عن المسؤولين وبعيدا عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبعيدا عن حركات نعم. والفصائل الفلسطينية، ليس ببعيد عباد الله رغم كل الأسافين التي أريد أن تدق في العلاقات المغربية الفلسطينية شاهدنا أفراح من قطاع غزة إلى رام الله إلى نابلس إلى الخليل. نعم. إلى جنين بإنجاز المنتخب الوطني. صحيح. وكانوا يرفعون الراية المغربية وصور جلالة الملك ويهتفون ديما ديما مغرب. نعم. يعني هنا أتساءل لماذا يتم تزوير الحقيقة واللعب على السياسة الخارجية المغربية في أجندة حزبية كما قال البلاغ؟ لا، هو في الحقيقة يعني لهذا أبرزت يعني الدور النموذجي للمملكة المغربية الذي يحتذى به، هذا الامتداد، لأن هذا الامتداد لا يمكن التغطية عليه بكلمات هنا وهناك أو المزايدة حتى بمزايدات هنا وهناك، بتبخيص هنا وهناك. أعتقد بأن الحقيقة هي معيار ذاتها، والحقيقة هي أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تقارب ملف القضية الفلسطينية مقاربة حكيمة. الكل يثني على حكمة جلالة الملك في هذا الموضوع، لأن المغرب لا ينجر إلى جعل الموضوع بنقاش عقدي أو عاطفي حتى استدرار العواطف أو معونات آنية لشراء الذمم. نعم. في بعض الأحيان وكذلك التعامل الظرفي، التعامل الطارئ. يعني اليوم سمعنا خبر سنتفاعل على إثره. المغرب لا يتعامل بهذا المنطلق. والسيد ناصر بوريطة بطبيعة الحال نتذكر زيارته الشخصية لفلسطين. لماذا طبعا تقوم هذه الأطراف بالتهجم على وزير خارجية ناجح، وزير خارجية في الحقيقة أعاد تحت قيادة جلالة الملك للدبلوماسية المغربية وجهها، وحافظ على طبعا
تموقع المغرب طبعا تاريخه ونموذجه الحضاري ويعني نموذجه في تشجيع التعايش بين الديانات، صحيح. ثم أيضا في دعم مسيرة السلام. نعم. إذن في تقديري على أنه بالنسبة للاستغلال المفرط للقضية الفلسطينية يعكس على أنه ليست هناك أوراق أمام الحزب، ليس هناك نهج مبتكر لدى الحزب من أجل أن يعود. يمكن أن للحزب أن يعود إذا كان تفكيره مبنيا على أسس صلبة، صح. إذا كان المنطق الذي يعني ينطلق منه منطق بعيد عن الهيمنة، لا أن تكون هذه العودة على حساب المصالح الوطنية أو حتى على شوف جلالة الملك قال دائما على أن كل الأحزاب سواسية، صحيح. حزب العدالة والتنمية ينبغي أن تصله هذه الرسالة بأن ازدواجية المواقف وتعدد المعايير فيما يتعلق بالمصالح الوطنية لا يمكن أن يؤدي إلى بناء مصداقية جديدة، ستكون نهاية الحزب ولكن هناك بهذا المنطق. نعم، هناك سيبودا يعني موقف تم التعبير عنه من طرف السيد عبد العزيز أفتاتي في تصريح خاص به هسبريس، يقول: لم يعبر الحزب عن موقف حزبي خاص به وإنما عن موقف وطني، وهذا الشخص عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. وبين قوسين يقال أن هذا التصريح خرج قبل أن يقوم عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتوجيه أعضاء الحزب بعدم التعليق أو التصريح بأي شيء يخص هذا الموضوع. هنا بكل صراحة مربط الفرس. لا، هل ترى كيف الإنسان أنه يتمادى يقول لك هذا موقف وطني؟ وأكثر من ذلك الموقف التالي وأكثر من ذلك الموقف التالي يتحدث عن وزير الخارجية ولا يقول نعم. بما مفاده أنه لا يمكن أن يمثل وزير الخارجية، ليس هو الدولة برمتها، ليس هو الدولة برمتها، أن تعيد مصداقية الحزب بناء على أنجع جهاز دبلوماسي عرفته المملكة المغربية. مفخرة المغرب خلال هذه السنة، مفخرة المغرب كان ما أشرت إليه بما حققه المنتخب المغربي على مستوى قطر، ومفخرة المغرب في الداخل والخارج هو وجود نخبة من الدبلوماسيين ومن المشرفين على السياسة الخارجية وعلى رأسهم صاحب الجلالة. ما حققته المملكة المغربية على المستوى الدبلوماسية على المستوى الدبلوماسي إفريقيا عربيا دوليا أصبح مفخرة العادي والبادي داخل الوطن، بمعنى نفتخر بكل ما تم إنجازه انطلاقا من موقع ومكانة المملكة المغربية على المستوى المشهد السياسي الأوروبي الدولي القطري المحلي العربي الإفريقي. ولكن أستاذ الحسن، هذه يعني نشرحها لأنفسنا، هل نقوم بشرح لأنفسنا ما حققناه من مكتسبات؟ أعتقد أن في ذلك غبن للإنجازات المحققة للدبلوماسية المغربية وربما وكأننا لا نعطيها القيمة التي تستحق. هذا أمر يعرفه العادي والبادي. اليوم نحن نتحدث، أقول لك قيادي في الحزب يتمادى في موقفه ويقول لك بأنه يعبر عن موقف وطني ولا يمكن أن تختزل الدولة في شخص وزير خارجية. للأسف الشديد ما أشار إليه حسان طروادة الذي اختاره بطبيعة الحال لن يمكنه من استعادة المصداقية الحزب. فشلت السياسات العمومية في ولايتين متتاليتين لحزب العدالة والتنمية. الإنجاز الوحيد الآن الذي عليه إجماع المغاربة هو إنجاز الدبلوماسية المغربية، وهذا صدقني هذا يشكل الآن مفخرة لكل المغاربة بدون استثناء، بالمكونات السياسية حتى الإنسان العادي هو يفتخر بوجود الدبلوماسية المغربية ويفتخر بما أنجزته الدبلوماسية المغربية على المستوى الخارجي. أنا بكل صراحة أستهجن كيف يؤكد هذا العضو على ما جاء في بلاغ قيادة العدالة والتنمية. وأكثر من ذلك أتساءل لماذا يطالب عبد الإله بن كيران، لماذا يطالب أعضاء الحزب بالامتناع عن الرد؟ لماذا لا ما الذي ننتظروه إلى حين انعقاد الأمانة العامة؟ لماذا لا يرد السيد عبد الإله بن كيران مثلا؟ بكل هو الأمين صراحة العام. يتم التعرض للوجه الذي يشرف المغاربة، لا هو ونحن نتحدث عن وزير خارجية حقق إنجازات ينبغي أن نقف لها إجلالا. أكثر من ذلك ما يتعرض له الدبلوماسيون المغاربة في المحافل الدولية من مضايقات من طرف أعداء
إلغاء الوحدة الترابية، أتحدث عن الجزائر وأتحدث عن ما حدث في القمم الإفريقية، وأتحدث عن ما يحدث على المستوى الإعلام الجزائري وعلى المستوى الإعلام نفسه في القمة العربية في الجزائر تعرض للمضايقات. لذلك في نظري هنا تحدثت عن إفلاس سياسي. كان بإمكان حزب العدالة والتنمية أن يعود عبر رؤية استراتيجية يحضر فيها الدولي والمحلي، كان بإمكانه أن يعود عبر مواقف تمجد أداء الحزب، كان بإمكانه أن يعود بناء على معطيات أخرى، على مواقف أخرى، على أداء الحكومة إلى غير ذلك. لكن أن تعود انطلاقا من التعرض لما أنجزته المملكة المغربية، لمفخرة المملكة المغربية، صدقني هذا قمة الإفلاس، قمة الرعونة، هذا غياب الرؤية. وبطبيعة الحال سيحاسب الحزب على هذا الموقف، سيحاسبه التاريخ. نعم، وبطبيعة الحال تحاسبه القوى الحية ولكن في ذات الإطار، يعني ما قاله السيد أفتاتي موقف وطني نضعها بين قوسين وتناقش، لأن ربما المسيرات التي خرجت دعما لكل حدث كان يحدث هناك من هجوم على حقوق الشعب الفلسطيني كانت تخرج من المملكة المغربية، وكانت مسيرات مليونية داعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحياة أولا، وعدم المساس بأمنه واستقراره. حين كانت تخرج البيانات التي كانت تكون شديدة اللهجة، وأعي ما أقول عن متابعة حثيثة ومواكبة دقيقة كانت تخرج عن المملكة المغربية، والهجمات التي تعرضها الفلسطينيين مؤخرا في القدس، خرج بلاغ من المملكة المغربية على أنه لا للمساس بالمقدسات، لا للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني والمقدسيين، وأيضا لا لنزع بذرة التطرف التي تؤدي إلى العنف والإرهاب. دائما وأبدا كانت الكلمات القوية تخرج من الرباط، والمسيرات الحية الشاهدة على دعم الشعب المغربي لحقوق الشعب الفلسطيني كانت تكون من مدن المملكة المغربية. وهذا يقودني أستاذ الفاتحي للحديث. في التاريخ الغابر كنا نقرأ ونسمع عن جهاد الفلسطينيين في عهد صلاح الدين، قوم يؤتمنون، قوم في البر والبحر يقاتلون، إلى غير ذلك، قل ما تشاء. فكان لنا في القدس باب وحارة، وامتد الدعم الفلسطيني حتى شهدائنا يعني رووا تراب فلسطين، إبان الحروب سواء 67 وغيرها، بل كتيبة كاملة حوصرت في الجولان في سوريا. قل ما تشاء من دعم على الأرض حتى على مستوى الميداني. تجدد ذلك سواء في عهد الراحل محمد الخامس، في عهد الحسن الثاني رحمه الله، وهو يستكمل اليوم في عهد الملك محمد السادس بكل الأوجه، حتى الدعم السياسي البعيد كما قال السيبودن عن دغدغة العواطف والسياسة الدبلوماسية الانفعالية، ولنأتي بالفصائل الفلسطينية ونأخذ تلك الصورة الشهيرة، ومن ثم يرحلون إلى من أين جاءوا دون أي مصالحة حقيقية تؤدي إلى بناء مؤسسات فلسطينية. هذا الأمر لا يقوم به المغرب. واليوم صدقني أن هناك من يتحدث عن وساطة مغربية عبر الدبلوماسية المغربية لإخراج مفاوضات السلام التي سكنت الرف منذ أكثر من عقد من الزمن، وإحياء تلك العملية، ودعم مادي عبر وكالة بيت مال القدس ولجنة القدس دون تمويل من أي من الدول التي تنتمي للعالم الإسلامي ولا حتى العربي. بقي المغرب هو الداعم الرئيسي والرسمي. أيستنكر حزب العدالة والتنمية لكل هذا لكي يزايد على وزير في الحكومة المغربية، على الخارجية المغربية، على السياسة الخارجية المغربية في قضية هي تسكن القلب والعقل معا بالنسبة للمغاربة جمعاء؟ نعم، دعني أوضح بأنه لا يمكننا يعني القبول بشخصنة يعني هذا الموضوع في شخص وزير الخارجية. الاستهداف هو يطال السياسة الخارجية، والتي كما قلنا هي مجال محفوظ لجلالة الملك، وأنها محط إجماع، وأن هذا السلوك الذي قام به حزب العدالة والتنمية هو ردة عن الإجماع الوطني، ردة كذلك عن التزامات وتعهدات وردت في الدستور، وإخلال كذلك بمقتضيات وأحكام الفصل 55 من الدستور. إذن نحن اليوم أمام سقوط مدوي غير مبرر بالنظر إلى كل التقديرات السياسية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. إذن بغض النظر عن الاعتبارات التي لا يمكن أن يأخذها حزب من خارج المعارضة، لكن عليه أن يتذكر بأن خلق الإجماع الوطني بخصوص قضية الصحراء هو كان يعني بتكاتف يعني القوى الشعبية وكذلك العرش العلوي في امتداد تاريخي ساحق.
طبعا المغرب حينما يدافع عن القضية الفلسطينية فلأنه كما قلت هناك يعني تراث، هناك موروث ثقافي مادي وكذلك روحي وتاريخي للمملكة المغربية يعني في فلسطين وفي القدس خاصة، وبالتالي هذا الإجماع ما كان ليتأتى لولا هذا التكاتف. دائما كان هناك التفاف للمغاربة والعرش حول قضايا موحدة إما وطنية وكذلك دولية، والقضية إذن هناك انفصام عن الواقع. لأنه تصريحات أفتاتير صحيح بكل صراحة يعني مستغربة، إن كانوا قد استهجنوا في بيانهم فهذه التصريحات تحث على الاستهجان بصراحة، لأنه من يقرأ الواقع ويشاهد كيف المغرب يقوم بالدفاع عن القضية الفلسطينية ومن يقرأ الرسائل الملكية في اليوم العالمي للقضية الفلسطينية للحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، سنويا يتم إرسال رسالة ملكية واضحة. ومن يتابع اتصال الملك بمحمود عباس في دجنبر بعد استئناف العلاقات وبعد اتصاله مباشرة بدونالد ترامب والكلمات التي قيلت حينها وأن مركزية القضية الفلسطينية من مركزية قضية الصحراء المغربية وتضعها في ميزان واحد، فنقول هل من كتب ذلك البيان ووافق عليه هل بالفعل يعرف ما يقول؟ طبعا بكل تأكيد بأن محاولة يعني تسفيه إذن هذه الحقائق وهذا التاريخ المشوب والمعترف من قبل الفلسطينيين بل ومن قبل الأعداء قبل الأصدقاء بما يخص الدعم القوي للمملكة المغربية تاريخيا في عهد كل ملوك العلويين. نتذكر كذلك مؤتمر فاس والتي كان كذلك المؤتمر الإسلامي التي جاء عقب إحراق المسجد الأقصى والدور الريادي الذي قامه المغرب على هذا المستوى. جميل. وكان كذلك إنشاء لجنة القدس والتي ترأسها المغرب وتحظى اليوم ولحد الآن من قبل يعني المنظمات الإقليمية والدولية بالترحيب والإشادة بالعمل الذي يقوم بجلاله الملك في هذا الباب. من نتحدث عنهم اليوم السلطة الوطنية الفلسطينية هي الفكرة التي عززت من طرف الحسن الثاني في قمة طبعا. الرباط 1974 لمن ينسى بأنه قيل للقيادة المصرية للقيادة الأردنية آنذاك لأن كانت قطاع غزة والضفة الغربية أن اليوم لدينا ممثل للشعب الفلسطيني، وإن كانت هناك حوارات ستتم مع إسرائيل من أجل استعادة حقوق هذا الشعب وإقامة الدولة الفلسطينية، فلدينا اليوم السلطة الوطنية الفلسطينية. فالمغرب سياسيا قل ما تشاء كان داعما. لدينا اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تستنكر بلاغ العدالة والتنمية، ولدينا أيضا كنت أتمنى أن يكون معنا الحوار ولكن لا ضرر ولا ضرار السيد جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين كان عبر قناة BDN TV اليوم. صدقني إن وضعت بلاغ العدالة والتنمية هكذا وشاهدت في هاتفك الذكي مداخلة السيد سفير دولة فلسطين وكيف يتحدث عن دعم المملكة المغربية ستشاهد سيصيبك ذلك الاستغراب الذي وجهته لأسئلتي عبر أسئلتي للأستاذ الحسن عقارطي والأستاذ الفاتحي. كيف يمكن رجل دولة سفير يتحدث بكل هذه الإشادة وهذا الحب اللامتناهي لمملكة مغربية تقف مع القضية الفلسطينية ويقابله بلاغ لحزب سياسي تقلد زمام المسؤولية ويعي الواقع المعاش ويعي كل ما يقدم لدولة فلسطين ورؤية العين، ولكنه يخرج بتلك الكلمة. صدقني كنت أعتقد بأنني كنت على مدار هذه السنوات مخطئا في قراءتي لتواصل حزب العدالة والتنمية، لأنه ظهر لي من خلال كنت أعتقد بأنه حزب متقدم من حيث التواصل، لكن ظهر لي من خلال هذه الوثيقة أنه طبعا كشف الغطاء عن الخواء فيما يتعلق على مستوى معرفة التوازنات داخل المملكة المغربية، معرفة القواعد الناظمة للسياسة الخارجية، معرفة يعني الجهود التي تقدم للقضية الفلسطينية، معرفة التقدير الذي تتمتع به المملكة المغربية ملكا وشعبا داخل الوسط الفلسطيني. أعتقد بأن يمكن القول بأنه بعد هذا الموقف لا يمكن أن يحدث أي اختراق على إثر هذا الموقف، لا في الرأي العام الوطني ولا فيما يتعلق ولا في الرأي العام الإقليمي والدولي، وأنت ذكرت طبعا المواقف التي تصدر تباعا. لهذا في اعتقادي على أنه، ولكن هل كنا بحاجة لكل هذا؟ لا أعتقد بأنه هذا لا قلنا. لماذا قلنا على أنه غياب بعد النظر، غياب الاحترافية،
حزب موجود كان ينبغي أن يفكر بمنطق الدولة، حزب موجود لولايتين في الحكومة وجرب على السياسة. مستوى رئاسة الحكومة، على مستوى مهام سامية. نعم. حضر في لقاءات، في مؤتمرات، في قمم متعلقة بالقضية الفلسطينية، وشاهد كيف يحظى المغرب بهذا ثم أيضا يعني في تفسير الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحالي دائما كان يفسر على أنه خطوة المغرب باستئناف العلاقات مع إسرائيل لها يعني تفردها ولها خصوصية وكذا. صحيح. ثم أيضا يقول بأن السيد وزير الخارجية ناصر بوريطة هو من رجل ملفات، رجل يتقن الكثير من المهام المنوطة به. ثم أيضا في نفس الآن وزير الخارجية يقوم بجهود على مستوى الاتحاد الإفريقي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل مصالح المغرب. إذن أعتقد بأنه يعني غياب لتقدير اللحظة السياسية. أشكرك أستاذ بودن، كلمة أخيرة في أقل من 20 ثانية. من الناس رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا، هم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شكرا جزيلا لك سي حسن أقرطيط، شكرا لك أستاذ عبد الفتاح الفاتحي، شكرا لك أستاذ محمد بودن. انتهى وقت برنامج اليوم من ملف خاص. نشكركم جميعا على المشاركة، على كل الإيضاحات والتوضيحات، والشكر لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. لكم أجمل تحية أينما كنتم، وإلى اللقاء.